السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنشرح تصميم الكولومز. طيب، عشان ازاي نصمم الكولوم والرافتر، اول حاجة بنختار قطاع وليكن القطاع اللي بنختاره ده قطاع مبدئي، وبعد كده هنصمم عليه. طب انا لو عايز اختار القطاع، هو يعني انت لو عايز بتحل مانوال وبتختار القطاع، في معادلة بسيطة بتختار منها. بتقول ايه؟ بتقول النورمال على الاريا زائد المومنت اكس على الاس اكس زائد المومنت واي على الاس واي، ده كله بيساوي واحد. ده في ستيل 37. نورمال على الاريا هنساويها ب.4 وهنجيب الاريا، وبعد كده مومنت اكس على الاس اكس، احنا عندنا مومنت اكس لسه جايبينه، على الاس اكس هنطلع الاس اكس او الزد اكس هي معنى واحد، والام واي على الاس واي بيساوي .3 .6 .4 اللي هو كام؟ واحد. وهنطلع الاريا في كل واحده ونجيب الايه، ونجيب القطاع بتاع كل واحده، ونجيب الاتش بتاع كل واحده، وبعد كده ناخد الافريج، يبقى احنا كده جبنا ايه؟ السكشن. وده طبعا لو ستيل 7 و44، ده اللي لو ستيل 52. طيب دلوقتي احنا عندنا بعد ما اخترنا القطاع المفروض نعمل عليه بقى الايه؟ اللي تشيك. عندنا المعادله اللي احنا الايه اللي هنعمل تشيك عليها، اللي هي الايه بقى؟ قانونها بيقول ايه بقى؟ دي المعادله اللي تشيك دي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اول حاجه، اول ترم في المعادله اسمه الاف سي اي على الاف سي زائد الاف بي سي اكس على الاف بي اكس مضروب في الاي واحد زائد الاي 2 مضروبة في الاف بي سي واي على الاف بي واي. طيب الاف سي اي دي عبارة عن النورمال على الاريا، اللي هو الاجهاد الحقيقي الناتج عند الاي عن النورمال، اللي هو نورمال على الاريا. وعندنا الاف بي سي اكس اللي هو عبارة عن المومنت اكس على الاس اكس، تمام. وعندنا الاف بي سي واي اللي هو عبارة عن المومنت واي على الاس اي واي. تمام. الحمد لله كده ايه، خلصنا من الثلاث ترمات اللي فوق. فضل الترم ده اللي هو الاف سي. الاف سي ده يا باشمهندس بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على الايه؟ على الباكلينج. تمام. طيب الاف سي دوت عشان اجيبه لازم اجيب الباكلينج الاول. طيب اجيب الباكلينج الاول ازاي، واحسب الباكلينج ازاي في العمود في الاول؟ تعال نشوف. في هنا يا رب بس الاقيها. طيب احنا ايه هنجيبها اهي، موجودة اهي الحمد لله. عبارة عن ايه بقى؟ هي دي. اول حاجة بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ال باكلينج اللي هو ال بقى اللي هيحصل، او الطول اللي هيحصل له باكلينج، عبارة عن الكي في ال اللي هو الطول اللي هيحصل له باكلينج. يعني مثلا ايه؟ احنا عندنا الطول دوت اهو 8 متر، تمام. في الام بلان مثلا يعني ايه؟ تعال نشوف كده. ادي العمود اهو مثلا، خلاص، وطالع منه حاجه كده. في الام بلان مثلا وليكن طوله كام؟ 8 متر. فالباكلينج اللي هيحصل له ال دي كام؟ في الان بلان 8 متر، وفي الاوت بلان ممكن تكون ممسوكه بسترات على بعد مثلا 2 متر، وبالتالي دي هتبقى كام؟ 6 متر. خلاص، هتبقى 6 متر. خلاص، فاحنا ناخد ال بقى اللي هي الايه؟ ال8. تمام. فاصبحت ال في الكي بقى ده قال لك الكي ده بيتوقف على حاجتين، حاجه اسمها الجي اي، ماشي، اللي هو ندرس عند القاعده، قاعده الكولوم، وعند الايه؟ الراس. تمام. قال لك الجي اي دي لها ثلاث حاجات، لها ثلاث حالات. لو دخلنا مثلا من هنا اهي، لا مش دي، طيب اهي، خلاص، عبارة عن ال بكي في الكي. قال لك الكي ده احنا بندرس عند نقطتين، نقطة اللي هي نقطة العمود تحت، والنقطة اللي هي فوق. قال لك الكي ايه بقى دي عبارة عن ايه؟ قال لك الكي دي لو هنجد هتساوي 10، ولو رولر هتساوي برضه 10، ولو فيكسد الكي دي هتساوي 1. يبقى جبنا اول ايه كي اللي هي جي اي. طيب الجي بي بقى اللي هو ندرس النقطة اللي فوق. قال لك عبارة عن سميشن الانيرشيا على ال للكولوم على سميشن الانيرشيا على ال للجردر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي هنا كولوم واحد، هو كولوم حزين اللي هو ال بي، فعما اجي ادرس عند النقطة بي ولا في فوق
لو في فوقيها كولوم يبقى احنا كده عندنا اصبح ايه 2 كولوم. يبقى الكولوم اللي تحت هنجيب له الانيرشيا تمام من الجدول على على طوله، زائد لو في عندك كمان ايه عمود هنا في الحته دي مثلا، يبقى انت هتجيب لي الايه الانيرشيا بتاعت العمود ده على طولها. يبقى انت جبت سمشن الانيرشيا ايه سمشن الانيرشيا على للكولوم. خلاص سمشن الانيرشيا على للكولوم اللي موجوده عند النقطه دي اللي هي عند النقطه بي. تمام. طيب لو عندي مثلا كمان هنا عمود وجيت ادرس عند النقطه دي، اما اجي ادرس عند النقطه دي هدرس فيها سمشن الانيرشيا على للكولوم ده، وسمشن الانيرشيا على للكولوم الايه اللي فوق. يبقى اخد سمشن الانيرشيا على للكولوم ده زائد سمشن الانيرشيا على للكولوم دوت. تمام. على بقى سمشن الانيرشيا على للجلدر نفس الكلام. هنا الجلدر احنا بندرس عند النقطه دي، يعني لو عندنا جلدر كده وعندنا مثلا جلدر كده، معنى كده ان انا هاخد الاي على ماشي سمشن الاي على يبقى الاي الانيرشيا بتاعت الايه الجلدر دي او الكاميرا دي على على طولها، وسمشن الانيرشيا للكاميرا دي على برضو، سمشن الانيرشيا للكاميرا دي على واجمعهم مع بعض. تمام. طب احنا لو عندنا حاجه واحده زي دي يبقى خلاص، يبقى اخد الانيرشيا على للكولوم دوت على الانيرشيا على للجلدر دي كلها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اجيب الانيرشيا بتاعه الجلدر دي كلها واقسمها على ده اللي هو طولها. تمام. ما تقولش الطول ده بس، لا انت تاخد الطول دوت زائد الطول ده، كما لو كانت كاميرا كده هي فرقت ايه كده من كده غير انها ايه مايله. تمام. قال لك الانيرشيا هتبقى انيرشيا اكس ولا واي؟ قال لك لا والله لو العمود هيبقى كده هتاخد الانيرشيا اكس. تمام. ولو العمود كده هتاخد الانيرشيا ايه واي. خلاص. طيب طول العنصر المراد عمل له باكلينج. بيقول لك ايه ملحوظه، كل الكولوم اللي عند النقطه، لو انا شغال عند النقطه بي واخد كل الكولوم اللي عند النقطه بي ماشي، وهنا برضو هاخد كل الجلدر اللي عند النقطه بي. طيب انا لو نزلت بقى في الحته دي، لو نزلت ونشوف بقى المثال الصغير ده، انا بقول ايه بقى يا باشمهندس؟ بقول جي ايه، خلاص جي ايه ب10، خلاص جي ايه هنا ب10. درسنا النقطه دي، فاضل بقى ايه ادرس النقطه اللي هي موجوده هنا، بس احنا بندرس عند البي. يبقى سمشن الانيرشيا عباره عن ايه بقى؟ سمشن الانيرشيا اللي هي اي 1 على ال1 زائد الاي 5 على ال كام 2 ماشي، على الاي 2 على ال 3 زائد الاي 3 على ال 4. تمام. خلاص كده ال 4 او ال 5 زائد ال 6. تمام. يبقى كده طلعنا الايه الجي بي وطلعنا الايه الجي بي وطلعنا الجي اي. طب انا استفدت ايه كده يا باشمهندس لما طلعت الجي بي وطلعت الجي سي؟ لا انت استفدت كتير. هتروح جاي انت تخش يا باشمهندس بقى على الايه اهو بيقول لك ده ايه سايد سواي بريفنتد سايد سواي بريميتد. واحد بيسمح ماشي انه واحد بيسمح بالحركه الجانبيه. لو انا عندي المنشأ كده ماشي، وواحد بيسمح بحركه جانبيه، لو جه زلزال هيبدا يحرك المنشأ كده. تمام. يبقى دي حصل فيها ايه دلتا. تمام. وواحد بيمنع الحركه الجانبيه، معنى كده ان في هنا مثلا هنجد او في مثلا شير وول او في اي حاجه هنا منع ان المنشأ ده يتحرك. طيب احنا المنشأ بتاعنا في الفراغ، فما فيش حاجه جنبه تمنعه من الحركه، فهو ايه يسمح بالحركه. طيب سايد سواي بريفنتد يعني يمنعها ولا بريميتد؟ لا بريميتد، يبقى هي يسمح بيها. يبقى ده احنا هنشتغل على ده. احنا الجي اي تحت كانت بكام؟ تعالى ندرس هنا. الجي اي هنا كانت ب10، وهنا مثلا الجي اي هنا كانت ب10 وماشي. هنا الجي اي وهنا الجي بي، وهنا الجي اي اهي، وهنا الجي بي. لو فرضنا ان النقطه دي اسمها بي، يبقى الجي بي هنا بكام بقى يا باشمهندس؟ اللي هو بقى اللي احنا حسبناها، اللي هو سمشن انرشيا على ال للكولوم على سمشن انرشيا على ال للجلدر، وتشوف هتطلع بكام وتوصلهم ببعض. يبقى انت كده جبت الكي. اخد الكي دي واجري جاري اروح اضربها فين؟
اخد الكي دي واجري جري اروح اضربها في ايه في ال، يبقى انا كده جبت ال باكلينج. طب انا هحتاج ال باكلينج ده في ايه؟ يوه انت هتحتاجه كتير جدا. تعال نشوف هنحتاج ال باكلينج ده في ايه. ال باكلينج ده يا باشمهندس هتحتاجه لما تيجي تحسب الاف سي. لما تيجي تحسب الاف سي ده هتحتاج الباكلينج، لان الاف سي ده بيتوقف على حاجتين. هنيجي بقى هنا نشوف بقى مثلا اهو الصورة دي اوضح. الحاجات دي ايه بسيطة وسهلة نفهم منها بسرعة. فانا دلوقتي عايز اجيب الاف سي ايه، عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن اللمبة ان بلان واللمبة اوت بلان. ال باكلينج اكس دي اللي احنا جبناها، اللي احنا لسه جايبينها، اللي هي موازية للبلان اكس. والال باي بقى اللي هي الايه، اللي هي اللي في الاتجاه التاني. احنا لو عندنا المنشأ ده كده وكده وعندنا استيراد الناحية دي، يبقى الباكلينج في الانبلان 8 متر مثلا لو طوله 8 متر، وفي الاوت بلان طوله كام؟ 6 متر، باعتبار ان هنا في استيراد على ارتفاع 2 متر. يبقى ال باكلينج في الانبلان في لسه جايبينها خلاص، ليه عبارة مثلا على الايه احنا لسه جايبينها على الار اكس. الار اكس للقطاع، وهنا عندنا ال باكلينج واي على الار واي احنا لسه برضو ايه جايبينها، بس الار واي بقى الاتجاه التاني. خلاص يبقى احنا ال بلان والال اوت بلان ده لا يزيد عن 180 وده لا يزيد عن 180. طب لحد دلوقتي انت جبت لمبه ان بلان ولمبه اوت بلان، انت ما جبتش الاف سي اللي احنا عايزينها. قال لك انت هتاخد اللمبه ماكس. قال لك لو اللمبه ماكس دي اكبر من 100 ولو اللمبه ماكس دي اقل من 100. لو اللمبه ماكس اكبر من 100 يبقى الاف سي 7500 على اللمبه ماكس ايه تربيع، ولو اقل من 100 يبقى تستخدم 3 ايه قوانين. هو عبارة عن في الحديد 37 1.4 ناقص 6 ونص في 10 سالب 5 في اللمبة ماكس ايه تربيع. يبقى انا كده جبت الترم الاول، الترم الايه الاول خلاص، اللي هو عبارة عن الاف سي ايه على الاف سي. تمام، ده قلنا نورمال على الاريا، وده لسه جايبينه من المعادلات ايه دلوقتي. فاضل لنا الترم التاني ده لو عندنا ايه نورمال، اما لو ما عندناش نورمال يبقى القطاع ده كده بصفر، بس احنا عندنا نورمال. طيب فضل قطاع بقى اللي هو الاف بي سي اكس. ماشي، ده الاف بي سي اللي هو بقى ده اللي هو الاف بي سي اكس، اللي هو عباره عن ايه مومنت اكس على اس اكس على الاف بي اكس. الاف بي اكس ده بينقسم الى قسمين، تشيك تورشن تشيك لاترال تورشن باكلينج. ماشي، وتشيك حاجه كمان ايه هي؟ تشيك الكومباكت. تمام، تشيك الايه الكومباكت. تمام. تعالى ننزل ونشوف. تعالى ننزل كده في الاي واحد، هنعرف الاي واحد دي هنجيبها ازاي دلوقتي. فده كده خلصت. ماشي، نخش بقى نجيب الايه ماشي. تعالى الاول نتكلم على اللاترال تورشن باكلينج. طيب تعالى نشوف يا باشمهندس اللاترال تورشن باكلينج ده بيقول ايه فيه. قال لك بقى ده اللي تشيك اللاترال تورشن باكلينج. اول حاجه عندنا حاجه اسمها ال يو. ال يو ده الطول الذي يمكن ان يحدث له انبعاج في الجزء المعرض للضغط. يعني ايه؟ مش فاهم حاجه. طيب هنشوف دلوقتي. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس انا لو عندي كاميرا بالشكل دوت كده اهوت، تمام، والكاميرا دي ممتده كده على جانب الايه القطاع كله. خلاص، الكاميرا دي لما يجي يحصل لها مومنت، المومنت اللي هيحصل لها هيبقى بالشكل ده. ده معنى اللاترال تورشن باكلينج. طيب معنى كده ان الكاميرا بيأثر عليها مومنت لفوق كده ومومنت كده. يعني الكاميرا دي بيأثر عليها مومنت اللي فوق كده والمومنت اللي فوق كده. الجزء اللي تحت ده شايل ايه؟ شايل تنشن. خلاص، الجزء ده مفيش خوف عليه، الجزء اللي تحت ده مفيش خوف عليه، ان اساسا الستيل بيشيل تنشن. المشكله في قطاعات الستيل ان القطاعات دي بتبقى صغيره جدا، يعني تلاقي دي 6 مللي 10 مللي، حاجه لا تذكر. فاحنا بنخاف انها يحصل لها ايه باكلينج، انبعاج. يعني نتيجه ان في قوه ضغط هنا وقوه ضغط الناحيه الثانيه في القطاع، يبقى القطاع ماشي كده يروح جاي قالب معاك كده ماشي كده، بيحصل له ايه انضغاط. طيب بيحصل له انضغاط. طيب انا لازم اتشيك على الجزء اللي فوق ده. اهم حاجة عبارة عن ايه الجزء اللي فوق ده؟ هو ده الجزء اللي فوق، عبارة عن الفلانجة اللي فوق دي زائد الاتش على ايه 6، الاتش على 6.
خلاص، يبقى انا كده ايه عملت تشيك على الجزء اللي هو الايه اللي فوق. طب انا يا باشمهندس لو جيت حطيت مثلا كاميرا الناحيه دي او بيرلين او اي حاجه، مش الكاميرا دي بتقلل لي الانبعاج اللي حاصل؟ بدل ما كان الانبعاج حاصل بطول الكاميرا، لا هيحصل كده وبعد كده ينزل كده وبعد كده هيطلع، فقلل. طب انا لو حطيت هنا تمام برضه هيقلل الانبعاج. تمام، فانا كل ما احط حاجه بتقلل الايه الانبعاج. طيب انا هاجي ونكمل الايه الكاميرا كده. خلاص. طيب دلوقتي يا باشمهندس انا عايز اعرف هل الطول دوت هيحصل له lateral torsion buckling اللي لسه شارحينه دلوقتي ولا لا؟ الطول ده هنسميه LU، الطول الجزء الغير ممسوك، او ممكن نسميه الجزء الممسوك عادي. ما انا لو مسكتها كده اصبح ده LU عندي، فده LU اللي هو الطول الممسوك، او ممكن نسميه حتى الطول الغير ممسوك، بس احنا فهمنا ان هو الطول اللي هيحصل له ايه buckling. طيب يبقى ده اسمه LU. طب انا عايز اعرف LU max اللي هو اقصى بقى، اللي هو القطاع اقصى قطاع ممكن يحصل له الايه الباكلينج، اقصى طول ممكن يحصل له باكلينج، اقصى طول اقصى طول ممكن يحصل له الباكلينج. طب LU ماكسيمم ده اللي هو اقصى طول ممكن يحصل له الباكلينج ده بيساوي ايه؟ قال لك LU ماكسيمم ده عباره عن 1380، عباره عن قانونين. القانون اهو 1380 الاريا فلانجة، الاريا المعرضه لضغط ماشي في السي بي دوت هنتكلم عنه بالتفصيل، بس في الكاميرات عادة بناخده ب 1.13 على الاف يلد في الدي دبليو، اللي هو الاف يلد المعروف. طيب والدي دبليو اللي هو ايه بقى؟ المفروض مش الدي دبليو، هو سوري هنا المفروض الدي اتش، يبقى دي كده الدي ايه اتش. خلاص، يبقى الدي اتش اللي هو ايه، او ممكن نسميها الاتش وخلاص. تمام. طيب اعتبار مثلا احنا سميناها الايه الاتش اللي هو طول القطاع كله. وعندنا برضو معادله تانية، ما ده اليو ماكس له معادلتين، عباره عن 20 البي فلانجه على جذر الاف يلد. طيب اشتغل على انهي؟ باخد الاقل في دولي وقارنه بالاليو بتاعتي ماشي. لو الاليو ماشي اكبر من اليو ماكس، لو اليو اكبر من اليو ماكس يبقى القطاع ده عليه لاترال تورشن باكلينج، لازم اخش اجيب حاجه اسمها الاف لاترال تورشن باكلينج 1 والاف لاترال تورشن باكلينج 2. طيب لو اقل يبقى القطاع ده سيف، خلاص مش محتاج ان انا اعمل له ايه، اجيب له الاف لاترال تورشن باكلينج وخلاص. لو اليو اقل من اليو ماكسيمم يبقى القطاع سيف، يبقى الاف بي سي بيساوي 0.64 الاف بي سي او الاف بي اكس دي 0.64 الاف يلد والموضوع خلص. طب هنفرض دلوقتي انها لو انها طلعت انسيف، طب معنى انها تطلع انسيف اروح اجيب الاف لاترال تورشن باكلينج. طيب الاف لاترال تورشن باكلينج دي قانونها ايه؟ عباره عن 800 الاريا فلانجه في السي بي على اليو اللي هو اليو دوت بقى في الدي دبليو، والموضوع ده كله لا يزيد عن 0.58 الاف يلد، ولو زاد عن 0.58 الاف يلد باخدها 0.58 الاف يلد. طيب الاف لاترال تورشن باكلينج 2، قال لك الاف لاترال تورشن باكلينج 2 ده له حواره ايه بقى يا باشمهندس؟ قال لك صلي بينا على النبي كده. قال لك اول حاجه هنجيب اليو على الار تي، والار تي دي دلوقتي هنعرفها ان شاء الله قدام. يعني لو اليو على الار تي اقل من 84 جذر السي بي اللي هي بكام؟ ب 1.13، او هنتكلم عنها دلوقتي قدام في الاعمده على جذر الاف يلد، ده معناته ان الاف لاترال تورشن باكلينج 2 بيساوي 0.58 الاف يلد. ولو اليو على الار تي اكبر من 84 جذر السي بي على الاف يلد واقل من 188 جذر السي بي على الاف يلد، تمام، هنستخدم القانون العظيم دوت اللي هو بيساوي بقى الايه 0.64 ناقص اليو على الار تي تربيع في الاف يلد على 1.15 1.176 في 10 اس سالب 5 سالب 5 ولا 5 مش متذكر، هي تقريبا سالب 5، مش عارف هنا انا كاتبها صح ولا غلط، بس هنا تقريبا هتبقى سالب ايه 5. نشوفها دلوقتي هنا في البي دي اف هنا لا 5 هي صح. 1.176 في 10 اس 5 في الايه في السي بي، ده كله مضروب في الاف يلد، وده كله لا يزيد عن بوينت كام 58. طيب
ده كده الاف لاترال تورشن باكلينج 2 لو الحاله دي هي اللي اشتغلت معايا، وعاده هي اللي بتحصل الحاله دي. طيب ولو الاف لاترال تورشن باكلينج 2 لو ال يو على الار تي اكبر من 188 جذر السي بي على الاف يلد، بختار 12000 سي بي على ال يو على الار تي لكل تربيع، وبرده الموضوع ده لا يزيد عن 0.58. تمام. يبقى انا كده طلعت الايه الاف لاترال تورشن باكلينج 1 والاف لاترال تورشن باكلينج 2. اخش اجيب الاف بي سي اللي هي بقى ايه يا باشمهندس، اللي هي ايه الجزء الايه اللي تحت من القانون، عبارة عن الايه الجزء اللي تحت من القانون اللي هو عبارة عن ده الاف بي اكس، اللي هو عبارة عن ايه الاف لاترال تورشن باكلينج 1 تربيع زائد الاف لاترال تورشن باكلينج 2 تربيع. يبقى انا كده جبت الايه، جبت حاجتين، جبت يا باشمهندس الاف سي اي على الاف سي زائد الاف بي سي اكس على الاف بي اكس مضروبة في الاريا الاي واحد. الاي واحد دوت قال لك بقى لو الاي واحد دوت عبارة عن ايه، يا رب بس الاقيها اكون حطيتها بس هنا. الاي واحد تقريبا ما حطيتهاش. تعالى نشوف كده تاني معلش ثانية. الاي واحد نسيت احطها، كان ليها برضو ملخص بسيط هنا. طيب ماشي انا هشوفها عشان بس ايه الاي واحد. جبنا الورقة هي يا باشمهندس بتاعت الاي واحد. الاي واحد دي لها قانون بيقول لك ايه بقى، هي مش واضحه هنا. لو الاف سي اللي هو الترم دوت الاف سي اي على الاف سي لو قسمناهم على بعض وطلعوا اقل من 0.15 يبقى الاي واحد دي بتساوي 1. ماشي. طيب لو الاف سي اي على الاف سي ماشي الاي واحد الاف سي اي على الاف سي لو قسمناهم على بعض وطلعوا اكبر من 0.15 يبقى الاي واحد لها قانون والاي 2 لها قانون. يبقى لو الاف سي على الاف سي اي على الاف سي اقل من 0.15 اي واحد بيساوي 2 بيساوي 1. اما لو الاف سي اي على الاف سي اكبر من 0.15 لها قوانين، هنجيب اي واحد من قانون واي 2 من قانون. هنقول بقى الايه السي ام اكس على السي ام اكس على اللي هو 0.85 تمام على 1 ناقص النورمال على الاريا اللي هي الاف سي اي على الاف اي اكس اللي هي بتساوي 7500 على الايه اللمبه اكس تربيع. تمام. والاي 2 بيساوي السي ام اكس اللي هي 0.85 على 1 ناقص الاف سي اي اللي هي برضو عباره عن نورمال على الاريا بس الاف اي على الاف اي واي والاف اي واي 7500 على اللمبه واي ايه تربيع. تمام. والاف سي طبعا احنا بريميتد سايدز واي اللي هو ايه بناخدها بكام ب0.85. بريفنت اللي هو بيسمح، بريفنت اللي هو بيمنع، بريميتد اللي هو بايه بيسمح. تمام. كده يبقى احنا كده جبنا الاي واحد والاي 2. تمام كده. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وبارك. صلى على الحبيب الهادي. ماشي. اتفضل ايه يا شباب كده خلاص. خلاص هي بيبقى لها حالات بس احنا بنشتغل على البريميتد اللي هي بوينت كام 85. طيب تمام كده يا شباب. احنا بقى نروح جايين ايه نغير بس اتفضل بقى اللي هو الايه الجزء الاخير من القانون. اتفضل الايه الجزء الاخير من الايه من القانون. فين الجزء الاخير من القانون اهو. ادي الجزء الاخير من القانون يا باشمهندس اللي هو الايه الاف بي سي واي على الاف بي واي. احنا قلنا الاف بي سي واي عباره عن المومنت واي على الاس واي على الاف بي واي بناخدها بوينت كام 58 الاف يل. لازم المعادله دي كلها لما اجي احلها مع بعض ما تطلعش ايه تزيد عن الواحد. تمام. لو طلعت تزيد عن الواحد يبقى العمود ايه ان سيف. طيب يا باشمهندس تعالى بقى نشوف ايه تاني تشيك. ده كده اول تشيك اللي هي الايه الانتراكشن ايكويشن. ماشي. تاني تشيك بقى اللي هو التشيك تشير اللي هو عباره عن الكيو دبليو على الدي دبليو في التي دبليو. والله الكيو دبليو دي باخدها من اللي احنا لسه مطلعينها، والدي دبليو دي اللي هو الدي دبليو اللي هو السمك الويب طول الويب في التي دبليو في السكنس بتاعه. وطبعا ده تشيك الديفليكشن ودي كلها حاجات ايه بسيطه. طيب
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب فضل تشيك الايه، فضل تشيك اللاترال تورش، فضل تشيك الكومباكت. احنا لما جينا احنا قلنا ايه، احنا قلنا دي ليها قانونين، لها تشيكين، تشيك اللاترال تورشن باكلينج وتشيك الايه الكومباكت. فضل اعمل لها الايه تشيك الكومباكت عشان اتاكد ان القطاع ده ايه كومباكت معايا. تمام تمام. طيب تعال نشوف التشيك الكومباكت على الايه، على الكاميرات. طيب التشيك الكومباكت على الكاميرات عبارة عن ايه بقى يا سيدي؟ راح فين؟ كان موجود هنا اهو. احنا هنشتغل دلوقتي رول ديسكشن مش بيلت اب سيكشن. طيب الرول ديسكشن بعمل تشيكين، تشيك على الفلانجة وتشيك على الويب. طيب بالنسبة للتشيك على الفلانجة عبارة عن الايه، عبارة عن السي على التي فلانجة اقل من 16.9 على جذر الاف ييلد. يبقى السي على التي فلانجة، السي تقريبا بناخدها نص البي، تمام، اللي هي نص البي بتاعت الايه الويب. السي بناخدها دي، السي نص البي كلها بتاعت الايه، بتاعت قصد الفلانجة. تمام 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 كده يا باشمهندس. يبقى السي نص الايه البي، يبقى السي على تي فلانجة اقل من 16.9 على جذر اف يلد. تمام تمام. لازم السي على تي فلانجة يبقى اقل من الجزء ده كده لازم يتحقق، يبقى ايه الفلانجة كومباكت. لو اتحقق يبقى الفلانجة كومباكت. طب لو ما اتحققش لازم اشوف بقى ان لازم السي على تي فلانجة لو طلعت اكبر من 16.9 على جذر الاف يلد واقل من 23 واقل من 23 على جذر اف يلد، يبقى في الحالة دي يبقى القطاع ايه نون كومباكت وممكن نصمم عليه عادي. نقلق بس لو كان القطاع ايه سلندر. قطاع سلندر ده لو السي على تي فلانج اكبر من 23 على جذر الايه الاف ايه يلد. تمام تمام. يبقى ده كده القطاع كله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وصلى على الحبيب الهادي. طيب ده بالنسبه للايه، بالنسبه للفلانجه. طب بالنسبه للويب من لازم اعمل عليه تشيك. يبقى الدي دبليو على التي دبليو، ماشي، الدي دبليو اللي هو ده كله على التي دبليو اللي هو دوت لازم يبقى اقل من كام؟ لازم يبقى اقل من 127 على جذر الاف اي يلد. لو اتحقق الشرط ده يبقى كومباكت بوينت 664 الاف يلد. طب لو ما اتحققش الشرط ده، لو ما اتحققش الشرط ده يا باشمهندس يبقى في الحاله دي القطاع بقى هيبقى ايه نون كومباكت. وفي الحاله دي هيبقى الدي دبليو على تي دبليو اكبر من 127 على جذر الاف يلد واقل من كام؟ واقل من 190 على جذر الاف اي يلد. وفي الحالة دي يبقى هنستخدم البوينت 58 الاف يلد. لو القطاع بقى دي دبليو على تي دبليو اكبر من 150 على جذر 190 على جذر الاف يلد يبقى القطاع ده سلندر. ده بالنسبة للرولد ايه سيكشن. بيلت اب سيكشن مش هنستخدمه ايه دلوقتي. ماشي تمام. طيب كده تمام جدا. طيب نسينا حته بس، وانا بقول الدي دبليو على تي دبليو، الدي دبليو مش هاخدها من الاول للاخر، ده انا هطرح منها الكيرف اللي هو احنا بناخده ده. الكيرف ده تقريبا بناخده التي فلانجة. يبقى هنا في تي فلانجة بيساوي تقريبا التي فلانجة، يبقى هنا تي فلانجة وتي فلانجة يبقى 4 تي فلانجة. يبقى الاتش كلها الاتش كلها ناقص 4 تي فلانجة. ادي تي فلانجة تمام، وادي تي فلانجة يبقوا 2 تي فلانجة. وهناخد الكيرف ده والكيرف دوت تي فلانجة وتي فلانجة، يبقى كده 2 تي فلانجة. تمام. وعندنا هنا تي فلانجة وعندنا هنا يا باشمهندس ايه تي فلانجة. يبقى الاتش كلها ناقص 4 التي فلانجة. ده كله هيدينا الدي دبليو اللي احنا هنستخدمها في الايه في المعادلات. معلش هي قوانين معادلات القوانين الستيل كتيرة، بس ده الرخم فيها والله. القوانين دي الدكتور كان محفظها لنا وداخلين الامتحان حافظينها، ما دخلناش عشان كده انا كنت عامل لها ملخص. طيب دلوقتي احنا خلصنا التشيك الايه، خلصنا التشيك الكومباكت على الايه على الكاميرا. في بقى برضو تشيك الكومباكت لو انا بعمل عمود يبقى في تشيك ايه برضو كومباكت. طيب تشيك الكومباكت بقى على العمود سهل جدا. بيقول لك ايه هنجيب الايه، هو بص هو لها رسمه اللي هي عامله زي رسمه الاسترس بس هي مش معايا دلوقتي، يبقى نشوف الموضوع ده بعدين يعني. ان تذكرت ان شاء الله ابقى ارفعها برضو ايه ونشرحها. فهتبقى الايه بس خلينا نمشي بس القوانين دي ايه الاول. هنجيب حاجه اسمها الايه، تمام. الايه دي هي المفروض اللي احنا كنا فاكر انت اللي هو الايه
في الخرسانة كنا بنرسم النيوترال اكسس ومش عارف ايه، هنا برضو كذلك، بس الاي دي بيبقى فرق بين قطاع العمود وقطاع الايه، الفرق بين الجزء اللي حصل له مومنت والجزء اللي حصل له ايه، نورمال. طيب دلوقتي الايه عباره عن الان على التي دبليو على 2 التي دبليو في الاف يلد. طيب انا جبت الايه، هنضرب الايه الالفا في الدي دبليو بيساوي الدي دبليو على 2 زائد الايه، احنا نعوض بالايه ونطلع الالفا. الالفا دي لما اكبر من النص والالفا دي اقل من النص، لو الالفا دي اكبر من النص يبقى نطبق القانون ده والقطاع ايه كومباكت سيكشن. لو الالفا اقل من النص يبقى القطاع دوت ايه دي دبليو على دي دبليو نون كومباكت سيكشن، بس انا تقريبا انا غلطت وهنا كتبتها كومباكت سيكشن. طيب تعال نشوف بقى حوار الايه، حوار السي بي دي. طيب السي بي دوت عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن قانون كبير جدا بنستخدمه. قال لك ايه بقى؟ قال لك السي بي ده عباره عن السي بي دي اللي احنا استخدمناه في معادلات اللاترال تورشن باكلينج، حتى هتلاقيه متكرر ايه كتير. فهتلاقي السي بي ده عباره عن ايه 1.75 موجب او سالب على حسب اشاره المومنت، ماشي. 1.5% في الام 1 على الام 2 المومنت الصغير على المومنت الكبير، زائد موجب او سالب 0.3 في الام 1 على الام 2. دي عادة احنا الحالة دي بنستخدمها لما يكون عندنا تغير في قيمة المومنت او تكون القيمة فيكسد. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو عندي هنجت كده ماشي والمومنت هنا بصفر، المومنت هنا بصفر وهنا في مومنت، معنى كده عما اجي اقول المومنت الصغير اللي هو بزيرو، ما هو ده المومنت الصغير. سوري انا رسمها غلط، ايه اللي انا رسمه ده؟ احنا لو عندنا هنج كده تمام وعندنا المومنت طالع كده، خلاص المومنت هنا بزيرو والمومنت هنا بقيمه، يبقى المومنت الصغير بزيرو على المومنت بقيمه، يبقى ده بصفر كله وده كله بصفر، يبقى القيمه السي بي بس بواحد بوينت كام 75، ودي اللي هنستخدمها في مسألتنا. طيب لو القيمه دي مش بواحد بوينت 75 انا اعمل ايه؟ والله لو القيمه دي بقى لو عندك مثلا فيكسد والفورسز بالنسبه لك عامله بالشكل دوت تمام، المومنت مثلا عامل بالشكل دوت ماشي، فاصبح هنا عندك مومنت وعندك هنا كمان مومنت، هتاخد المومنت الصغير فيهم وتعوض بيهم هنا، المومنت الصغير على المومنت الكبير، يبقى المومنت الصغير على المومنت الكبير، وتشوف المومنت الصغير ده اشارته ايه، هل سالبه ولا موجبه، والمومنت الصغير ده هل سالبه ولا موجبه. تمام تمام، ده كده موجبه وده كده سالب. طيب هتاخد القيمه دي بالموجب وتحطها هنا نفس الكلام، مومنت صغير ومومنت كبير، بس دي الفكره. طيب ساعات انا لما ده اللي هو ايه العمود بقى لما يكون ظهره ده ظهر العمود بيختلف المومنت، مش مشكله برضو، هتو ايه اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، هتعدله. بس في ملحوظه، انا غلطت في حاجه، الحاجه اللي انا غلطتها انا قلت سالب او موجب بنفس اشاره المومنت، لا غلط، سوري هي ملهاش دعوه باشاره المومنت، هي ملهاش دعوه باشاره المومنت، انا اسف جدا يعني، لا هي ملهاش دعوه باشاره المومنت. بص 1.5 موجب او سالب، وهنا برضو موجب او سالب تمام. الام واحد سواء المومنت الصغير على المومنت الكبير، وهنا الام واحد على المومنت الصغير على المومنت الكبير، يبقى نحفظ القانون دوت تمام، وايه ونعوض على طول، ننسى الاشارات دلوقتي هنتكلم عنها، يبقى ايه مومنت صغير على المومنت الكبير ونشتغل عادي. والاشارات دي بقى عباره عن ايه؟ قال لك مثلا لو انت عندك فيكسد فالمومنت هنا كده دي للسهم البر، وهنا برضو المومنت كده، فده يعتبر ان الايه المومنت نفس الاتجاه موجب، المومنت عكس الاتجاه سالب، يبقى المومنت ده كده ماشي كده وده كده ايه ماشي كده، ده نفس عقارب الساعه وده عكس عقارب الساعه، يبقى ايه هتعوض هنا الاشاره دي بالسالب والاشاره دي ايه بالسالب، هي لها ايه لها باشاره لها بديل السهم المومنت. طيب مثلا انا لو عندي فريم بالشكل دوت وظهره في ايه في استرات كده اهو بقى الشكل ده، جيت اجيب المومنت بقى المومنت بالشكل ده، فاصبح في قيمه للمومنت هنا واصبح في قيمه للمومنت هنا، بقى دي للسهم المومنت كده ودي للسهم المومنت كده، بقى عكس عقارب الساعه يبقى المومنت بالسالب، وهنا برضو عكس عقارب الساعه يبقى الايه السالب، يبقى الاغلبيه دي هنستخدمها ايه الاشاره سالب 1.75 ناقص 1.5% الام 1 على الام 2 ناقص 1.3 في الام 1 على الام 2 ايه تربيع. تمام يعني نمسح ده كله. طيب ده كده خلصنا كده التصميم. طيب انت عايز تفهمني ان هنصمم ده كله مانوال، مش مشكله، ايه المشكله لما تصمم القطاع مانوال؟ احنا كده خلصنا الايه الديزاين اوف ايه كولوم.
تعالى بقى نشوف اللي هنا برضو هنا ايه حل امثله كتير عن النظام دوت، وايه هرفع ان شاء الله الكتاب دوت، وانتوا برضو ايه ده اولا كتاب هندسه الزقازيق. طيب دلوقتي عايزين احنا نصمم الايه الكولومز ده، هنصممه ازاي؟ طيب عشان نصمم الكلام ده كله هنخش نجيب سكاشن عشان نصمم الكلام ده كله. طيب هنخش اصلا نجيب شيتات اكسل، فهنخش على هنا ونخش على ستيل، تمام، وننزل ده كده. احنا عندنا دلوقتي ايه رافتر ايه رولد سيكشن، هنعمل كنترول ونختاره، وعندنا هنا ايه عايزين كولوم رولد سيكشن، وده رافتر وده كولوم، وتحددهم وتقول لي ايه كوبي، ونقفل خالص ونروح ايه نحطهم في الايه في الملفات بتاعتنا اللي انا ان شاء الله ايه برفعها لكم. فهنعملهم بقى ايه فين السيشن اللي احنا شغالين فيه، احنا هنا تقريبا، وتقول ايه وسط. تمام. هنصمم ايه؟ هنصمم دلوقتي الكولومز، يبقى نفتح الكولومز عشان نطلع الايه الانتراكشن ليها، ونقفل ده كده ونفتح برضو الايه دوت، ونشوف هنتكلم ازاي. والله فتحنا دوت، يقول لك ايه بقى اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. لو صممنا على كيس ماشي، احنا كده مش هتفرق معانا كيس بي ولا كيس ايه، لان اصلا ايه اللهم صل وبارك على سيدنا محمد احنا اصلا ضاربين في الفاكتور في البرنامج اصلا. هنا اول حاجه ستيل ايه هنخليه 37، يبقى الاف فيلد بتاعتنا 2.463. لو نسيت دي يبقى الديزاين غلط، لو نسيت دي يبقى الديزاين ايه غلط، لان اهم حاجه دي، لان دي طبعا الستيل اللي هيتاسس اللي على اساسه هيبدا بقى يشتغل. احنا القوانين اللي احنا لسه قايلينها كلها مليانه اف فيلد، فلو انت حطيت الاف فيلد غلط يبقى هو هيشتغل غلط. يبقى هنا الستيل 37 الاف فيلد 2.4، اما الستيل 44 ف 2.8، ستيل 52 3.6. تمام. هنا بقى بيقول لك المومنت اكس واحد. طيب المومنت هنا اكس واحد طلع لنا بكام؟ المومنت ماكسيموم ب 17 بوينت كام 64، يبقى المومنت ماكسيموم واحد هنا ايه 17 بوينت كام 64. طيب المومنت ده ماكسيموم 2، المومنت 2 ده بصفر. هو حط مومنت ماكسيموم 2 ليه؟ ما لان القطاع ممكن يبقى فيكسد. تمام. المومنت واي طبعا بصفر. طب النورمال والله يا باشمهندس بكام؟ النورمال عبارة عن 12 طن. طيب النورمال عبارة عن 12 ايه طن. ماشي تمام. بيقول لك بقى القطاع هنا يبقى ايه تعال نشوف الدنيا فيها ايه. طيب دلوقتي احنا دخلنا المومنت ودخلنا الايه النورمال، ممكن احنا نعمل اللي تشيك الشير لوحدنا، مفهوش مشاكل تشيك الشير يعني. تمام. تعالى ننزل تحت، سيبه اتش اي بي 340 مفيش معاه توتال لينس اوف كولوم. لو تفتكر احنا التوتال لينس اوف كولوم كنا مدخلينه بكام؟ ممكن نروح نفتح فايل الكاد ناخده من هنا كوبي، ماشي اهوت فايل الكاد كوبي، ونرجع نحطه في الايه في السيشن بتاعنا اللي هو سيشن 5، ونقول باست ونعمل ريفرش وايه ونفتح الايه فايل الكاد. طيب عقبال ما نفتح فايل الكاد احنا تقريبا على ما اتذكر كنا واخدينه كام 8 متر 10 ولا 8 تقريبا كده 10. هنشوف اما نفتح البتاع ال يو اكشوال كومباكت ايه فلانجا. طيب بيقول لك ال يو اكشوال اللي هو الفلانجا اللي هيحصل لها كومباكت فلانجا بكام؟ طب في كده وفتح نشوف الدايمنشن من هنا لهنا ايه 8 متر 8 متر. طيب خلينا دلوقتي سيبك من دي، اللينس سبجكت تو باكلينج امبلان، الامبلان كام 8 متر. طيب اللينس سبجكت باكلينج اوت بلان كام؟ احنا حاطين استرات حاطين استرات على بعد 2 متر. تمام. لو دخلنا هنا كده هنلاقي الاسترات على بعد كام 2 متر اهو، فحاطينه على 2 متر، بفضل الارتفاع كام 6 متر. طيب اللينس اوف جلدر بقى عشان يحسب الباكلينج، اللينس اوف جلدر كلها يقول لك اللينس سبجكت باكلينج اوف اهو، بيقول لك ال جي كلها كنا مدخلينها كام 20، ده ال جي على 2. طيب
الاي اكس رافتر. تمام. طيب البيز هنجد. طيب الاي اكس رافتر اللي هو الايه الانرشيا حوالين الاكس، سوري الاي اكس رافتر اللي هو الاي اكس اللي الرافتر اللي احنا هنستخدمه. تمام تمام. ولازم ان احنا نصمم الرافتر الاول. طيب تعالى نرجع كده نروح نصمم الرافتر. يبقى نقفل ده خالص بقى او سيبه. تعالى نروح نصمم الرافتر الاول. طيب الرافتر كنا واخدين ايه، ننزل ده وننزل ده ونروح نفتح الايه الرافتر، الجلدر او الرافتر. وانا ليه مسميها جلدر؟ هي اسمها الرافتر. 9.23 ده ديزاين الايه رول سيكشن. لا مش دوت اللي هو ادي الرافتر حديد 37. المومنت بوزيتيف احنا قلنا 9 بوينت كام، 9.28. طيب النورمال افتح شوف النورمال كام. احنا واخدين النورمال 2 طن. تمام 2 طن، 2.5 تقريبا. الكيو شير، الشير عبارة عن كام؟ الشير عبارة عن 5.18. 5 بوينت كام، 5.18. تمام تمام. والمومنت هنا والله المومنت نيجاتيف. المومنت نيجاتيف هنا بكام يا باشمهندس؟ اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. المومنت سالب نيجاتيف ب كان 17 بوينت كام، 65. والنورمال برضو هو 2.5. هنصمم على الايه. تمام. واللي هنا الشير كام، 5 بوينت كام، 18. تمام تمام. ستيل 37 كيس ايه. هناخد الاي بي ايه 360. تعالى ننزل تحت. بيقول لك التوتال لينس هي مش 25 هي 20. البرن كنا واخدينها في الرافتر 220 2 متر. طيب البريسنج تعالى نشوف البريسنج قد ايه. البريسنج بقى كل قد ايه. لو مسكنا دي ودي 6 متر. تمام. ودي 3 متر 95. خلينا ندخل الصغيرة. طيب 3 متر 95. طيب وهندخل الكبيرة برضو. طيب تعالى هنا انزل انزل انزل. طيب هنا بيقول لك اللينس اوف هانش هناخده كام. احنا قلنا 2 متر. طيب ال يو اكشوال فروم ساب اللي هو ال يو اللي هو كام، 2 متر برضو. طيب ال 2 متر اللي هو المسافة بين البرن. طيب طلع بقى هنا بيقول لك سيف. طيب هو طلع سيف على قد ايه. طيب انا لو جيت هنا وخدتها 6 وربع اللي هي المسافة بين البريسنج لانها متغيرة 6.25. السيف برضو ما اثرتش معايا في حاجة. طيب تعالى هنا نرجع. اي بي كام 360. وخدنا اي بي 330 مسيفة وكل تمام. طيب انزل تحت. وخدنا اي بي 300 انصيف. هناخد اي بي ايه 330. لا خليها 360 ايه احسن. يبقى الاي بي 360 وهي مسيفة معانا. كومباكت القطاع هو دي دبليو على تي دبليو اللي احنا اتكلمنا عنها، وسي على تي فلانج اللي احنا اتكلمنا عنها. وسوري هنا في ايه يوز كين بريسنج كله نو برضه هي مش هتأثر. بقى الكين ده هنتكلم عنه ان شاء الله قدام. هبقى هو موجود هنا تقريبا في الكتاب هنا ممكن نشوفه. بص هي حاجة بتمسك البريسنج من تحت. تمام. هي حاجة بتمسك البريسنج ايه من تحت. هشوف صورتها وارفعها. او ممكن تكتب على الجوجل كين بريسنج هتطلع لك على طول. طيب هنا تمام. هنا ال اكشن فور ساب. تمام 2 متر
ماشي. هنا بيقول لك الايه اللينس اوف هانش، طول الهانش 2 متر، والال يو اكشوال اوف كومباكت اللي هو ال يو بقى الطول اللي هيحصل له باكلينج في المسافه اللي هي بتاعه الهانش، هنقول برضه 2 متر. طيب هنا كام السي بي؟ هنا السي بي في اللي احنا بنصمم رافتر هنقول 1 بوينت كام 13. تمام 1 بوينت كام 13. برضو سيف الحمد لله. شوف هنا بيقول لك الايه الانتراكشن ايكويشن سيف وهنا الايه تمام كده. القطاع طوله كام؟ ال جي طولها كام؟ طيب ال جي 20. البرلين ماشي، البرلين سبيسنج البريسنج سبيسنج ولو دخلناها برضو 2 متر هتطلع ايه 3 متر وربع زي ما احنا كنا مدخلينها. ايه برضو مسيفة مفيش مشاكل، ففي الحالتين مسيفة وايه والحمد لله. يبقى القطاع هيبقى بتاعنا اي بي اي 360. طيب والهانش اللي بنستخدمه هنستخدم برضو هانش اي بي اي 360. يبقى القطاع بتاعنا يبقى هنا في الايه، يبقى هنا نكتب بقى ايه اي بي اي كابيتال اي بي اي 360. والاي بي اي 360 ده هنيجي هنا ونروح جايين نقول ايه بقى يا باشمهندس اي بي اي تي 360. وتعال نشوف بقى بالايه اي بي اي 360 المومنت النيجاتيف كام 17.65. خلي بالك. طب لو خلينا 18 كده يحصل حاجة؟ هو برضو قطاع هيبقى سيف برضو مفيش مشاكل. يعني خلينا 17 ماشي. وهنا طبعا نبص في 9.28 والدنيا ايه تمام. طيب مفيش اي مشاكل تاني، كله تمام كده تمام الحمد لله رب العالمين. يبقى القطاع بتاعنا هو ده اللي هنستخدمه، هو ده السكشن دوت وده السكشن اللي هو دوت. طيب ده اي بي اي 360. فضل ايه تاني والسي بي 1.13. طيب هي في كل الحالات مسافة الحمد لله. طيب فضل ايه تاني فضل انا عايز اشوف الاي اكس للرافتر، احنا كنا هننساها. شوف بقى الاي اكس للرافتر بكام اللي هو الاس اكس او الاي اكس اهو. ممكن كنسل 16270 16270 الاي اكس يساوي 16270 16270 16270 دوت. هنقول سيف وقول له كونتينيو. وبعد كده ايه سيفضل ايه يفضل الحوار اللي هو الايه الكولوم. ننزل تحت عن كولوم نقول ايه 1 بوينت كام 16270 16270 16270 طيب تعالى بقى نشوف الايه ال يو اكشوال ال يو اكشوال اوف كومباكت فلانجة اللي هو الايه. تعالى بس نشوف ده اللينس سبجكت تو باكلينج ان بلان قلنا 8 متر او البلان 6 متر واللينس جلدر تمام 20 متر. افتكر اننا هنظبط دي دلوقتي اللي هي المسافة بين الايه الفلانجة كومباكت اللي هي ايه حوالي تقريبا هتبقى 6 متر وربع. تعالى بس هنا الاول لسه في حاجات هنظبطها. الكي بقى اللي هي هتطلع بكام هنشوف دلوقتي. والسي احنا قلنا السي خدناها 0.85 اللي هي السي ام اكس. تمام طب تمام دول تمام. نحسب الكي دلوقتي. تعالى في هنا بقى الايه تعالى نحسب السي بي هنا. المفروض احنا ندخل السي بي هنا اهي. السي بي هو مدخلها 1 بوينت كام 75. طيب على كده كانت في الرافتر بقى احنا برضو المفروض ندخلها 5 ثانية واحدة بس. نرجع للرافتر تاني اهي ونخلي السي بي دي كده 1.75. هي برضو هتطلع سيف لان الموضوع ده هيزيد معاها كمان. خليها هنا 1.75 مفيش مشاكل ان الموضوع هنا هيزيد اصلا. يعني ده 1.13 دوت بنستخدمه في الكاميرات اللي هي الايه
العادية اللي هي ايه الكاميرات الايه العادية، خلاص، اللي هي بتبقى هنجد تقريبا وهنجد. خلاص بناخد السي بي ب1.13. خلاص السي بي بناخدها ب1.13. اما في الكولوم بيم فاحنا لازم نحسبها، واحنا عرفنا بنحسبها ازاي. فلو خدناها 1.75 مسافة وخدناها 1.13 مسافة بالعكس، 1.13 دي المفروض اللي هي ايه، المفروض اللي هي الحالة الأسوأ يعني. طيب احنا نطلع كده من البتاع ده، كنا بنطلع منه ازاي؟ بنلغي ده كده وايه، ومش هتفرق، احنا عرفنا قطع صيف. تعالى هنا، تمام كده. اتفضل نحسب الكيو. الكي عشان نحسبها احنا عندنا جي ايه ب10 والجي بي سميشن ايه، هنضطر نحسب الكي وايه ونرجع تاني. احنا الكي لسه عارفين بنحسبها ازاي، فانا هحسبها وبعد كده اوقف الفيديو واشغلها تاني. تمام، انا حليتها اهي، جبت الاي اكس للرافتر. تمام، طلع 1. اي اكس للكولوم سوري 16270. الاي اكس تعالى كده نشوف بس. هنجيب الكولوم، الاي اكس للكولوم 25170 25170 25170 2525170. تمام. طيب جبت انا الاي اكس اهو. الاي اكس ده جبته للايه للكولوم، حيث ان الاي اكس للكولوم عبارة عن 25170. احنا دخلنا جبناه اهو للاتش اي بي 300. الاي اكس بتاعته 25170. وجبت الاي اكس للرافتر اللي احنا لسه جايبينه اللي هو 16270. تمام، وجبت الطول الكولوم. تمام، وجبت طول الايه الرافتر. وبعد كده قسمت ده على ده، ده وقسمت ده على ده. لو مش مش الانيرشيا على ال، مش الانيرشيا على ال. تمام، لسه قايلينها لان الاي اكس على الانيرشيا على ال والانيرشيا على ال. طلع الانيرشيا اهي، والانيرشيا على ال للكولوم، الانيرشيا على ال للرافتر، قسمناهم مع بعض 3 بوينت كام 68. ده كده الجي ايه، ده كده الجي بي. ادي الجي بي ماشي، معانا الجي ايه بكام ب10، والجي ايه بكام ب10، والجي ايه بكام ب10. طيب تعال نخش بقى هنجيبها ازاي. تعال نطلع هنا اهو، احنا معانا 1. تمام، سوري، معانا الجي ايه ب10، ب10 ب10. تمام، في المنطقة دي لانها هنجت. تمام، ومعانا التانية بكام ب3 بوينت كام 86. فين 3.86 يعني تقريبا هنا. ماشي، احنا عايزين بقى ايه نرسم خط مستقيم بينهم. ماشي، انا مش معايا حاجة دلوقتي ارسم بيها، فالمفروض تترسم كده. حاول على قد ما تقدر تظبط ايه ايدك. طلعت في ايه حوالي 2 وشوية، يعني 1 2 3 4، يعني 2.2. خلاص، يعني هو اصلا كاتبها كام هنا. هو الراجل هنا لما حسبها حسب الكي مشكورا ب2. تمام، اما جه حسب الكي هنا حسبها 2.10 اهو. احنا طلعناها 2.2، هي 2.10 تقريبا. هو الراجل حسبها صح كمان. ماشي، ومظبط السي ام اكس اهوت اللي احنا ايه اتكلمنا عنه. طيب كده القانون بتاعنا كام شغال على كام كده دلوقتي، على الاتش اي بي كام، الاتش اي بي وهنجد والدنيا تمام. فضل بس ال يو اكشوال كومباكت فلانجة، اللي هو الفلانجة متعرضة ممسوكة. لا، الفلانجة عندنا مش ممسوكة، فندخلها كام 8 متر برضو، اللي هو طول الايه طول الفلانجة بتاعت العمود ايه مش ممسوك. الفلانجة بتاعته مش ممسوكة بحاجة. في الانبلان ممكن نقول ممسوكة باللي هو بالايه، ولا يعتبر ممسوكة، مش ممسوكة، لا هي ب8. طب تعال نشوف برضو مسيفة. تمام، يبقى القطاع ده اتش اي بي كام 300. يبقى تعالى تاني بس على الحته اللي هي لخبطتنا دي. ده الاكس رافتر، وده البيس تايب هنجد، وده الايه ال جلدر. تمام،
تمام، اللي هو ال جلدر كله طول الفريم كله، ودوت اللينس سبجكتد باكلينج اوت بلان. واحنا قلنا طبعا اوت بلان فيه ايه استرات، وخدناه 6 متر، والان بلان 8 متر، والايه وخدنا ال يو اكشوال ده ايه طوله. تمام والايه ونسيفه وايه وكده ايه احنا صممنا الايه، وده كده ايه، ده كده سيف. نسيفه برضو، عبارة عن الاي بي اي 360 والاتش اي بي ايه 300. يبقى ده هنقفل ده كده ونفتح هنا بقى ايه وده اللي هو الكولوم اتش اي بي 300 اتش اي بي كام 300، ونسيف كده ونقفل. طب انا ممكن انسى فعلا، الواحد بينسى بسرعة، فنخش بقى على نيو فولدر ايه سيشن 5، وهنا الكولوم هنعمل رينيم ونقول ايه كولوم اتش اي بي 300، ونضغط انتر. وهنا الكولوم وهنا الجلدر، ونقول سوري هنا رينيم ونقول رافتر ولا جلدر بقى اي بي اي 360 اي بي اي 360 انتر اهو اي بي اي كام 360. خلاص طيب احنا كده ظبطنا الدنيا، فاضل بس بقى ايه ديزاين الكونكشن، ودي ان شاء الله بقى ايه هنبدأ فيها السيشن الجاي ان شاء الله، ولا المحاضرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.